السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في برنامج هوايات مصرية وعنوان جديد وحديث جديد عن الحمام اللي هو ما بينتهيش. كان في ناس كتيرة بتتساءل بتقول ان انا لو انا عايز اربي حمام في البيت عندي، حمام للاكل او حمام ان انا اطيره كده واتفرج عليه بمنظره ظريف، ومش عايز يكلف نفسه ويعمل عيون ويعمل او فص بلاستيك او حديد او خشب، او ان هو يكلف نفسه يجيب مسائي وفخارات وي. فانا عندي هنا مثلا نوع من انواع الحمام اللي انا بعزه. مش كل الناس بتحب الحمام ده، بس هو يعني الحمام الفرنساوي اللي هو اللاحم، اللي الناس بتقول عليه اللاحم، اللي هو الحمام الابيض ده. دي حمامه اصلا جايه من فرنسا خلاص، ودخلت هنا مصر. طبعا في ناس لعبت فيها وهجنتها ودخلت عليها حاجات، بس هي دي الحمامه المظبوطه اللاحم بتكون بالمنظر ده. ودي حمامه بيكون انتاجاتها عاليه ومن احسن الحمام في الاكل، لان مثلا لو احنا مثلا هنبص بسم الله ما شاء الله على الزغلول مثلا من الزغاليل بتاعها، بيبقى بسم الله ما شاء الله زغلول حجمه كبير. ولو قطفت زغلول يعني انت بسم الله ما شاء الله لو اكلت زغلولين مش هتبقى محتاج حاجه اكتر من كده. دي حمامه انتاجها عالي وبتشتغل كويس قوي في السايب. لو انتوا شايفين احنا عاملين فكره بسيطه جدا ما كلفتش حاجه، الا وهي جلسه حديد، ودي الاقفاص اللي هي بتتباع بتاعت الخضار والفاكهه. فانا برصهم فوق بعض وبفتح وش القفص وبرصهم فوق بعض، بستعمل القفص ده يبقى سقف القفص اللي تحتيه، وبحط فيه الطاجن عادي وجواه الرمله بتاعته، وباجي اسقفه من فوق باي خشب. انا ممكن اعلي قفاص زي ما انا عايز، انا ممكن افضل اعلي لحد ما يبقى للسقف. طبعا يستحب في الحمام السايب ان انا عدد الاقفاص يبقى اكتر من عدد الحمام اللي موجود في اللفت. يعني لو هحط 20 جوز يستحب ان انا احط 25 او 30 قفص، ده عشان ما يبقاش في خناقات ما بين القصوص وبعضيها، او قص يخش يكسر حصى قص، او قص يخش يموت زغاليل قص، لان في ساعات ذكر بياخد نتنتين وهو ده الانتاج اللي شغال بتاع اللحم. فدي فكره بسيطه جدا احنا ممكن اي حد يعملها في البيت عنده. دي اوضه انا عاملها خشب 2.5 في 2.5 في ارتفاع 22، وحاطط فيها مجموعه حمام لاحم زي ما انتم شايفين، والاقفاص البلاستيك، وما شاء الله انتاجهم ممتاز. وبرده لو عندي شويه حمام انا عايزه يشتغل على السايب بسايبه معايا، سواء مثلا في هتلاقي فيه حاجات شقلباز هنا، في سيامي، في لاهور. فدي على حمام برضو انا مسيبه يشتغل مع نفسه، مش حاطه جوه او هعمل له حضان او كده، سايبه بحريته. وزي ما احنا شايفين مسقه على الارض كبيره 10 لتر وعلب تحديد تمام زي دي وزي دي. دي علب تحديد تحط فيها تحديد الحمام، وبياكلوا في مكالف ارضي. المكالف دي بتتباع في السوق، اللي هو المكلف الخشب، سواء 50 سم 60 70 او صاجه زي اللي هي بتاعت الفرن.
الكبيره دي. بس انا ما حبستش الصاجه لان الصاجه فيها مشكله ان الحمام بيطلع يعمل حمام جوه الاكل ويرجع الحمام اللي جنبه ياكله، فده بيوصلنا ان احنا بقى يجي لنا بقى سالمونيلا وكوكسيديا وسموم فطريه ومشاكل امراض في الحمام. يحبذ المكلف اللي هو الطويل المقفول من فوق بحيث ان الحمام بيدخل راسه ياكل، انما ما ينفعش يعمل حمام جوه المكلف. وزي ما شفنا زي ما قلنا دي فكره سهله وبسيطه ومش مكلفه، واتمنى ان احنا نكون اديناكم فكره كويسه النهارده ممكن تعملها وتستخدمها عندك في اي مكان صغير، وتقدر ان انت تربي حمام سواء للاكل او للمنظر او ان انت تفتح له فتحه وتخليه يطير ويرجع تاني. ونتمنى نكون النهارده اديناكم معلومه بسيطه وسهله ومفيده في برنامج هوايات مصريه، وان شاء الله لنا حلقات تانيه واسئله تانيه. معدل الانتاج بتاعه، معدل انتاج اللحم يعني هو ما اقدرش اقول لك معدل الانتاج بتاعه قد ايه، بس هو المفروض ان الحمام لو صحته كويسه وبياكل وبياخد فيتامينات صح ان في الموسم كل 45 يوم تاخد زغلولين. بس هو حلاوه اللحم في حاجه ان ممكن الذكر يبقى واخد نتايه او اتنين، وممكن تلاقي مثلا عنده زغلولين بطش زي اللي انا وريتهم لك كده وتلاقيه بايض في عين تانيه. يعني ممكن الجوز مثلا اللي معاه بص الجوز زي ده كده مثلا خلاص ده حمام قرب يتقفل. تمام؟ ده حمام خلاص قرب يتقفل. ده تلاقي الاهالي بتاعته مثلا ممكن يكونوا واخدين عين تاني وابتدوا يجهزوا العش تاني. اللي هم اللي فوق تمام؟ مش شرط ان انت بقى تستنى ان هو يقطف وكده، هم ما شاء الله الدوره بتاعتهم شغاله وسريعه وانا باخد منهم انتاج. يعني انا عندي هنا تقريبا 12 جوز ما شاء الله بيعملوا انتاجيه ممتازه. يعني مش هتصدق ان ده العدد اللي بيطلع انتاجه بيبقى افضل من الكينج بص عامه الكينج والرومي والحاجات اللي حجمها كبيره دي انا بقول عليها عامله زي البط مع احمر، مش زي لحم الحمام. انما اللحم الفرنساوي طعمه زي الحمام بالظبط وحجم الزغلول بتاعه كبير. وده طبعا احنا بالنسبه لنا احنا يكون مستحب ان انت بتاكل فرده حمام محترمه وفي نفس الوقت ما بتحسش بيه. يعني الحمام بترمي له شويه اكل وهو شغال مع نفسه، بس تخش تبص عليه تشقر عليه في اليوم نص ساعه لو في بيض او في زغاليل او بتاع، وتحط له اكل لو هتمصر هتبص على الحمام وخلاص. وفكره زي ما انت شايف كده ساعات البلاستيك مش مكلفه وقصها وتركيبها. يعني انت اللفت ده كله ممكن تعمله في ساعتين ثلاثه وبقى عندك مكان بتربي فيه ومش محتاج بقى ان انت تجيب اقفاص وتجيب جبان وعيون والكلام اللي احنا بنصرفه ده. ما بيستهلكش كلفه زي الحمام. لا طبعا الحمام اللحم بياكل بياكل كلفه، بس انا مش لازم اعمل له بقى التركيبه اللي هي العاليه قوي زي الحمام الزينه والغزار والكلام ده كله. هو اي حاجه بياكلها. يعني عايز تعيشه على علف ماشي، عايز تعيشه مثلا على ذره عويجه معاها نسبه فول ونسبه ذره صفر خفيفه مفيش مشكله. انما هو حمام بياكل كميه جامده لان هو ما شاء الله حجمه كبير وزغليله حجمها كبير. يعني لو حد عايز يعمل مشروع اللي هو الحمام اللاحم اللي هو للاكل يعني دي من اهداف برضه تربيه الحمام. هو بص الحمام اللاحم دلوقتي سعره تقريبا الجوز بيوصل ل 250 ل 300 جنيه الجوز الشغال. تمام؟ الزغاليل بتاعته حدود ال 100 150 ده لو هتربي سلالات. انما انت عارف حمام الذبح سعره معروف 50 60 جنيه الجوز حاجه كده. بس طبعا انا يعني اللاحم انا شفت ناس عامله اساطيل منه كميات كبيره، بس انا شايف ان هو كمشروع ان انت تبيع الزغلول بتاعه ب 30 جنيه او ب 25 جنيه للاكل هيبقى غير مربح. انما انت لو عايز لاحم ان انت تبيع منه سلاله لان الزغلولين ب 150 جنيه افضل ما تبيعهم ب 60 جنيه اكل. وفي نفس الوقت لو انت شخصيا عايز تاكل منه حمامه يعني الزغلول فيها بيكفي مش محتاج ان انت تاكل اكتر من كده. في برنامج هوايات المصريه ناس كتير كانت بتسال على الحمام اللاحم والفرنساوي ان هم عايزين يعملوا مشروع. فالافضل ان هو يعني يكون بنفس السيستم اللي حضرتك اتكلمت عليه ده هيكون افضل. والله بص هو الحمام السايب اللاحم بالذات يعني اثبت مش انا بس، كذا حد من الناس الهواة وكذا حد من الناس المربين اللي معروفين اثبتوا ان تربيه الحمام اللاحم بالذات على السايب افضل تربيه. لان الحمام ده لما بيتحبس ما بيديكش الانتاجيه اللي زي ما بيديها لك وهو سايب في جماعات. فلو هتحط سايب في جماعات
وهتحط له حاجه بسيطه زي دي فكره انا حاططها. دي في ناس بتحط صفايح جبنه، في ناس بتحط بلاريس، في ناس بتعمل عيون خشب من غير بيبان، في واحد يكون عنده مثلا دولاب قديم ويقوم مقسمه مربعات من جوه وحاطط فيه طواجن. اي فكره. بس انا البلاستيك حلاوته في حاجه، ان البلاستيك تقدر ان انت بالخرطوم تغسله وتديله ميه وصابون وتديله مطهر. الخشب دايما بيربي حشرات وبيربي سوس ولو اتبل هيبوظ. فالبلاستيك بالنسبه لي اسهل في التنظيف وفي ان انا ارش مبيد، ارش مطهر، ارش حاجه. وانا شخصيا بالمنظر اللي انتم شايفينه ده عامل عندي الحمد لله انتاجيه ممتازه زي ما انتم شايفين اهو. الحمد لله الحمام اهو كله اغلبيته راقد ومطلع زغاليل وشغال الحمد لله. يعني ما شاء الله انتاج ممتاز وفكره سهله وبسيطه ومتهوي وانتاج كويس وفكره مش مكلفه. واتمنى ان اكون فدتكم النهارده بحاجه معلومه كويسه وفكره بسيطه ممكن كلنا نستعملها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنتكلم على موضوع تسأل عليه ناس كتير الا وهو الدبل. الدبل طبعا موجود انواع من الدبل، في النحاس او في البلاستيك او في الفايبر، وفي حاجات دلوقتي بقى بتيجي من بره اشكال والوان وانواع. كل واحد بيختار الدبله اللي بيعجبه. عامه اي حد بيربي زاجل ومشترك في اتحاد الحمام او في جمعيه للحمام الزاجل، لما بيجي يعمل الاشتراك السنوي بيديله مجموعه دبل بارقام، تمام، بيبقى عليها رقم عريض قوي كده وباين، بيبقى معروف ان الغاوي الفلاني او المربي الفلاني معاه رقم دبل من 300 ل 350. في دبله تانية مثلا انا برضو بستعملها اللي مقاس 11، دي بلبسها عندي انا للساتانيت والبلوند نت واللونج فيس، الحاجات اللي هي بتبقى رجلها فيها الدبله سهله جدا. اولا انا بمسك الدبله بعدلها على العدله السليمه عشان تعرف تتقري، بمسك الرجل بتاعت الفرد بتني الصباع